حتى لو انت مبتدئ او مش صنايعي خالص وعايز تعمل جنب بديل خشب او جنب بديل رخام لوحدك، تابع معايا واقول لك الجنب اللي انت شايفه ده تقدر تنفذه ازاي. السلام عليكم. إن شاء الله تعالى النهارده هنتعلم مع بعض كده ازاي اركب جنب بديل خشب وبديل رخام، او لو هتعمل جنب بديل رخام بس او بديل خشب بس. اول حاجه بقى نقيس نحط على الوضع ده كده علشان نقيس، يعني نشوف مثلا ده قد ايه طالع فعلا. يعتبر 60. هو كده الواحد الشريحه الواحده بتعمل حوالي 19 سم مش 20، لان دول 57. كده جمعناهم عشان نعرف هنسيب يمين كام وشمال كام. كده بنجهز السيليكون بتاعنا. تمام. في منه اكريليك، في منه سيليكون عظم، في منه نوع جديد كده. ايا كان كلهم زي الفل، يعني ده بيلزق وده بيلزق وده بيلزق. نبتدي هنلزق نوزع عليها بطريقه عشوائيه ونلزقه ونثبته. هنوزع السيليكون بتاعنا بطريقة عشوائية، نركز على الجوانب. ناخد بالنا من نقطة بقى واحنا بنحط او بنركب بديل الخشب بالذات. بديل الخشب له اتنين سن يعني او شفتين بالبلدي كده، شفة عالية وشفة تانية الناحية التانية محفورة بينام فيها الشفة دي. فانت هتبدأ طبعا بالحتة العدلة، الحتة المحفورة هتخليها من ناحية جوه مكان ما هتركب، وهتفضل تستمر كده لحد ما بديل الرخام يوصل فيها، سواء كنت هتحط شريحتين تلاتة أربعة أيا كان. هتثبته، وخد بالك ان انت برضو بياخد كام مسمار كده سنادة ليه علشان خاطر لحد ما ينشف. بس مجرد ما بينشف بالراحة كده بتشيل المسامير تاني، بيرجع. وبعد كده ما بيبانش عموما، الموضوع سهل ما بيبانش خالص. المسامير زي ما انت شايف اهي بنستخدمها عشان خاطر بس التثبيت، حاجة بس كده كام ساعة لحد ما ينشف. انا ممكن تعمله تاني يوم تشيله مفيش مشكلة خالص يعني. هتركب برضو الشريحة التانية زي ما اتفقنا في مجرى، الحتة العالية او في زي موجب وسالب كده، حتة محفورة وحتة بارزة، ده بيدخل جوه ده. بتكمل بقى سواء كنت هتحط شريحتين تلاتة أربعة على حسب بقى العدد اللي انت هتعمله يمين وشمال، أو لو هتعمل جنب بديل خشب بس فبيمشي بنفس الطريقة دي كده. برضو بنثبته بالمسامير، ضروري جدا موضوع المسامير ده عشان ممكن، لأن هو برضو نوعا ما تقيل يعني، فممكن يقع معاك. المسامير دي بتساعدك إن هي تثبته لحد ما يمشي. تمام بقى. هنقيس الطول ونقطع ونلزق. طبعا احنا هنا بنقيس ارتفاع الحيط بتاعنا. كل حاجه يعني مثلا كل شريحه بنقيسها طبعا عشان الحيطان بتبقى طالعه ونازله. في نقطه بقى صغيره، لما تيجي تقطع اللوح ما باخدوش من مكان واحد، ما باخدوش من علام واحد وخلاص. انا باخده بقيسه من على اليمين ومن على الشمال، اخد علام من هنا وعلام من هنا، واجي مثلا باي حته خشبه باي حاجه مستقيمه اشد الخط ده. ومش لازم تقطع بالصاروخ زي ما انا بقطع، انت ممكن بس تحز بالقطر رايح جاي كام مره ده على نفس الخط ده، وتقوم قطمه معاك هيتقطم بسهوله يعني. زي ما انت شايف كده بقيسها من الناحيه دي ومن الناحيه دي، ناخد علام من هنا وعلام من هنا واوصلهم ببعض وابتدي ان انا اقطع. وزي ما فهمتك برضو القطر بتحز بيه كذا مره، الموضوع بيبقى سهل معاك ويقطم معاك اللوحه عادي. بديل الخشب برضو بنفس الطريقه دي بيتقطع برضو.
ده او ده ربنا يسهل. يعني انا هنا مثلا هقطع بالصاروخ، بس لازم حته خشبه زي دي تحت عشان برضو لو عدى مني ولا حاجه ما يبوظش السيراميك يعني. هنا طبعا بحاول افرغ العلب الكهرباء. 133 يبقى كده عرفنا 133 في العرض قلنا كام؟ 66. فين القلم؟ 66 سم، ودي قلنا كام؟ 133 133 ونص. يبقى ده أول مقاس أنا هاخده من على اليمين مع الشمال. يبقى هيركب بالشكل ده، هيركب كده. أشوف بس عدلة اللوح إزاي. هيركب بالطريقة دي، يبقى دي اللي ناحية الشمال، يبقى آخد من ناحية اليمين. قيس المتر 33 130 133 ونص. كده خدت العلامة. طبعا بقيس دي بالظبط كام سنتي. العلبة دي مثلا 10 سم اهي، علشان ارسمها برضو على اللوح بحيث انها تطلع مش زايدة ولا ناقصة. يبقى هو كده المنظر ده بنرسمه هنا على اللوح بالشكل ده، ونبتدي ان احنا بقى ايه نقطعه ونصفيه. ده برضو توزيع السيليكون. حاول ان انت ما تكلكعش الدنيا، واهتم شويه بالجنب. وطبعا عشان تلزق اللوح ده لازم يكون حد معاك يسنده معاك لحد ما يتسند، وطبعا ما بياخدش مسافه ولا حاجه، هو بيلزق في بعض بشويه ضغط كده بيثبت خلاص. زي ما لزقنا بديل الخشب من ناحيه اليمين، هنلزقه من ناحيه الشمال بالظبط، بنفس الترتيب بنفس كل حاجه، مفيش جديد في القصه دي. بس لو عندك انت فراغات بقى الناحيه دي بنحاول نفرغها معانا بحيث ان هي ما تبقاش كلكعه. قابلنا علبه كهرباء بنفس القصه برضه، بعمل لها عمليه تفريغ زي ما حصل في بديل الرخام كده. وبكده يكون الجنب اتلزق بديل الخشب وبديل الرخام. طبعا عايز تكبر عايز تصغر الموضوع ده يرجع لك انت. تمام كده. بس بقى في شويه تريكات كده ايه تاخد بالك منها. رقم واحد، وانت بتشتري بديل الخشب وبديل الرخام عايزك تفحصه كويس. ليه؟ شايف دي مشكله. ده في اللوح الواحد بس. قصاده الناحيه التانيه في شرخ زي ما انت شايف كده، ولو زومنا اكتر هنلاقي التجاريح اللي انت شايفها دي. طبعا ده منظر ديكوري ما ينفعش فيه الكلام ده خالص. فانت افحص الجنب بتاعك كويس او اللوح بتاعك كويس قبل ما تشتريه. حاجه تانيه، بديل الخشب نفسه زي ما انت شايف كده. شايف ده مهون.
يا اما تعبيه مثلا بسيليكون عظم او سيليكون شفاف، تلزق الناحيه دي بالشكل ده كده، وتعبي الحته دي زي ما قلنا، سواء بقى حتى لو معجون على جبس على اي حاجه شديده شويه، وتملأ في منه ان هو يحافظ على المنطقه دي كشكل. وكمان الفراغات دي هي اللي بتبتدي توقع او تخلع الحاجه، يعني ممكن عيل صغير يلعب فيها ممكن مع الوقت. فاحسن حاجه زي ما قلت لك كده تقفلها من الجنبين، سواء من هنا او من هنا. نفس الكلام برضو في فراغ اهو، ده بسبب ان الحيطه نفسها مش مظبوطه.